تعالي بقى نعمل مع بعض النهاردة بيتزا حلوة وطرية وهشة من غير لا زبادي ولا سمنة ولا أي حاجة. ولا بيض. عاملينها بس بشوية مية من الحنفية، بس هقولك شوية تريكات كده تخليها معاكي تحفة زي اللي انت شايفاها قدامك دي، وتكون طرية كده وحلوة. وهنعمل 4 حشوات مختلفة. 4 حشوات مختلفة مش مكلفة يعني. عايزين نكسر قاعدة ان البيتزا لازم تبقى غرقانة موتزاريلا وكده، لا. احنا هنعمل النهاردة باللي موجود عندنا، اهو زي ما انتوا شايفين مستوية من تحت وحلوة وما شاء الله كانت جميلة جدا. يلا نبدأ على طول. انا حطيت الاول كده كوبايتين مية وشوية سكر وكيس خميرة. قلبت كل دوت مع بعضه كده وسبت الخميرة تتفاعل عشان اتأكد كمان ان الخميرة كويسة، وفي نفس الوقت عشان تشتغل اكتر مع الدقيق. المية كانت دافية. حطيت 4 معالق زيت، نص معلقة ملح، ده معلقة زعتر بري، ومعلقة كاتشب، ومعلقة خل، ونص معلقة بيكنج باودر. قلبت كل ده مع بعض، وبعد كده حطيت عليهم كيلو من الدقيق. انا ما حطيتش حاجة تاني اكتر من كده يا جماعة، بس ابتديت ان انا طبعا ازود مية. المية ديت حسب العجين، فاحنا مش بنحط مقدار معين للمية لحد ما العجينة تسيب ايدك كده وتبقى حلوة معاكي. طبعا الزعتر البري ديت انا اكتشفتها من مطعم سوري، كنت جايبه بيتزا قبل كده من مطعم سوري، اكتشفت ان هما بيحطوا زعتر فيها، وهو دوت اللي بيديلها الطعامه. ومعلقه الكاتشب كمان هتدي طعم كده للعجينه ومزازه، والبيكنج باودر هتساعدنا ان هي تكون طريه وترفع معانا حلو كده في قلب الفرن. والخل طبعا اي معجنات الخل بيظبطها وبيخليها كده تطلع المطه اللي في الدقيق. والملح طبعا بنوازن بيه الطعم. ده شكل العجينة بعد ما عملناها قد ايه؟ فضلت 7 دقايق اخدم فيها او اعجن فيها. ما ينفعش يا جماعة اقل من كده. هو ده السر اللي هيخلي العجينة معاكوا طرية وفعلا الدقيق يطلع المطة اللي جواه. بعد كده بقى سبتها تخمر، وجبت طاسة عشان اعمل طبعا الصوص بتاع البيتزا. ده احلى صوص بيتزا ممكن تجربوه. انا حطيت شوية زيت، بصلاية متوسطة، شوحتها كده، وحطيت عليها فص من الثوم، وحطيت عليها كوباية من عصير الطماطم اللي أنا كنت مسبكاه قبل كده. بعد كده بقى هنبتدي نحط التوابل بتاعتنا، بس لما يتسبكوا كده مع بعض شوية. حطيت طبعا معلقة من الخل، ودلوقتي حطيت فلفل أسمر وقرفة وزعتر وسكر وبابريكا. وفي معانا كده قرن شطة سوداني، بس أنا هستغنى عنه طبعا عشان عندي أطفال، بس لو بتحبوها تكون حراقة حطوا القرن ده، هتبقى تحفة جدا. بس لو عندكم أطفال منصحكوش خالص. ابتديت بقى ان انا كده اقلب فيه، وسبته يغلي غلوة كمان، وبعد كده رفعته من على النار عشان يبرد. دلوقتي بقى نبتدي ايه الحشوة الوحيدة اللي هنسويها، هي السجق. دول صباعين 2 بس يا جماعة من السجق، انا قطعتهم كده قطع صغيرة، وابتديت ان انا اشوحهم في الطاسة، مش اكتر من كده، ولا حطيت عليهم لا بصل ولا فلفل ولا اي حاجة. هو زي ما انتوا شايفين كده لحد ما لونه بقى ذهبي وتحمر كده معايا، رفعته من على النار. بعد كده بقى بعد العجينة ما خمرت، قعدت معايا حوالي ساعتين لحد ما خمرت وده ضاعف حجمها. فرشت بقى الرخامة كده دقيق، وابتديت ان انا اجيب العجينة بتاعتي. شوف زي ما انتوا شايفين كده حلوة وشكلها اصلا طري وخمرانة كويس جدا، لان ادت لها وقتها في التخمير، ودي اهم خطوة بعد ان انت تبتدي ان انت تخدميها جامد قوي علشان خاطر تبقى طرية وتطلع المطة اللي فيها، ان انت تسيبيها تخمر، ما تستعجليش عليها. طبعا في الشتاء اللي احنا فيه ده هي خدت معايا ساعتين، ممكن في الصيف تاخد اقل من كده. قسمتها بقى ل4 قطع، يعني تقريبا قد بعض مش بالظبط يعني. واوعوا تفكروا ان اللي انتوا بتجيبوها من المطاعم دي بيكون فيها زبادي وسمنه وكلام من ده، لا صدقوني هي بالطريقه دي. اللي انتوا شايفينها دي هي دي اللي بتتقدم لكم في المطعم. المطعم اي مطعم يا جماعه بيبقى عايز يكسب، فمستحيل هيقعد بقى يحط تكاليف وكده. جبت بقى النشابه كده وقعدت ان انا افرد فيها. حاولي تسويها على قد ما تقدري كده ان هي تكون مدوره، لو انتي عامله في صينيه مدوره، ولو عامله في صينيه مربعه برضو تبقى ايه، تبقى زي الصينيه المربعه.
حاولي تخليها كلها قد بعضها وما تتخنيهاش وما ترفعيهاش، يعني يكون سمكها كده متوسط. كده كده لاحظوا حاجة ان هي هتنفش معانا في الفرن. ده بقى فيجيتار مطحون او سميد بسبوسة، بس دوت فيجيتار مطحون، بيديلها كده قرمشة من تحت، بيديلها طعم حلو قوي. لو ما عندكيش لا فيجيتار ولا سميد بسبوسة مفيش مشكلة، حطي شوية دقيق. هي كده طلعت معايا كبيرة شوية عن الصينية، بس انا ابتديت ان انا ايه يعني اخليها كده تواكب حجم الصينية زي ما انتوا شايفين. جبت بقى الصوص بتاعي كده بعد ما برد، دهنت بيه، ادهني بيه كويس كده واحد شوية محترمين لو انتي بتحبي يعني تحسي بالطعم بتاعه. ودي برضو حسب الرغبة، يعني ممكن تحطي قليل ممكن تحطي كتير. ودي بقى مجموعة من الفلفل كنت مقطعاها، فلفل الوان اخضر واحمر واصفر، بيدي طعم كده فيها. ودي طماطم كنت شايله البذر والقلب بتاعها علشان الميه اللي في الطماطم مش بتبقى مستحبه خالص في العجينه بتاعه البيتزا. ودوت كده زيتون اخضر شرايح. ودوت السجق اللي احنا عملناه من شويه بعد ما برد، وزعناه كده زي ما انتوا شايفين. ودي كانت موتزاريلا، وعلى فكره هي دي الوحيده اللي هعملها بموتزاريلا، الباقيين هعملهم بحشوات مختلفه خالص. عايزين يا جماعه نكسر القاعده ان احنا لازم البيتزا ان هي تكون يعني بقى بيرفكت زي بتاعه المحلات وكده. كل حاجه دلوقتي زي ما انتوا شايفين غليت ازاي. فاللي عندك متاح. انا مره كان عندي فراخ كنت سلقاها قبلها بيوم، وبقى منها قطعه من الصدر، خدتها عملتها شوحتها كده مع بصل وفلفل وطماطم وحطيتها على وش العجينه. وما كانش عندي جبن، ما حطيتش جبن، وولادي فرحوا بيها جدا. قلت لهم يا جماعه يا ولاد ديت بيتزا شاورما، فرحوا بيها جدا وكلوها. الفراخ اللي ما كانوش راضيين ياكلوها كلوها في قلب البيتزا. فما توقفيش نفسك على حاجه. دلوقتي بقى ايه، دي العجينه التانية. انا حبيت اقصها برضو، اللي عايز يقصها يعني بيحب الحاجه كده محنتفه وعلى القد، خلاص قصينا واحده اهو. برضو نفس الحاجات المعتاده اللي انا حطيتها قبل كده، الفلفل الالوان والزيتون والطماطم والحاجات دي. ده بقى ميكس كده من جبنه رومي على جبنه تشيدر على لانشون، حطيته كده زي ما انتوا شايفينه كده بقت جاهزه. والتالتة بقى اخترت ان انا اعملها بالبسطرمه. دي جبنه فيتا عاديه خالص بس بطعم الرومي، الجبنه اللي هي طالعه جديد دي اللي بطعم الرومي بتاعه العلب، اي نوع انتي تفضليه اللي عندك. بصوا شكلها بسيط جدا. انا كنت ممكن معرضهاش بس انا حبيت اعرضها عشان فعلا احنا كلنا بيوتنا محتاجه كده دلوقتي، ان انتي فعلا تعملي بالمتاح عندك، ما توقفيش نفسك على حاجه. وديت كده كانت اخر واحده بقى عملت فيها بقى ميكس من كل ده. يعني انتي مثلا لو عندك حاجات كتيره في التلاجة مثلا وبنسب قليله، ممكن ان انتي تخلطيها على بعض. وعلى فكره دي كانت احسن واحده في الطعم. حطيت عليها بقى السجق الباقي، وحطيت عليها ميكس الجبن مع اللانشون. حطيت عليها كمان قطعة من البسطرمة، وبرضو طلعت جميلة جدا. وده شكلهم كده بعد ما طلع زي ما انتوا شايفين، شكلها تحفة. ديت اللي كانت موزاريلا وسجق، وديت اللي كانت بالحشوة التانية اللي هي عبارة عن ميكس لانشون وجبن، ودي اللي كانت بالبسطرمة. ودول كده 4 بيتزات معايا عملتهم من كيلو واحد دقيق. ما تنسيش اللايك الحلو بتاعك لو عجبك الفيديو، وجربيها مش هتندمي ابدا.